فإذا الإنسان استشعر قيمة وأجر الشيء اللي هو يسويه راح يكون مبدع في عمله بشكل عام. وسام عبد العزيز، أخصائي طب طوارئ وإسعاف. بديت متطوع وانتهيت الحمد لله موظف في الهلال الأحمر في المسجد النبوي الشريف. كخدمة الحجاج والمعتمرين في المسجد النبوي الشريف مختلفة تماماً عن تقديم أي خدمة طبية في مكان آخر، خصوصاً لما تواجه حالات خطيرة داخل المسجد النبوي وأنت تكون السبب بعد الله أنت وفريقك. هذا بحد ذاته أصلاً شعور لا يوصف، فما بالك لما ترجع تقابل الحج هذا والمعتمر مرة ثانية يروح يصلي فيقابلك يذكرك أنت اللي ساعدتني. هذا الشعور أمانة ما حد يقدر يوصفه إلا اللي يخوضه في نفس المكان. في قصة حدثت في الجهة الشمالية في الحرم، فسقط حاجي أمام عيننا، فرحنا بعد الكشف المبدئي عليه اكتشفنا أنه هو متوقف قلب وتنفس. العملية هذه أخذت الحمد لله أقل من دقيقة. قبل ما نوصل للمستشفى الحاجي هذا كان يحاول يطلع أنبوبة التنفس، يعني هذا دليل أنه هو رجع للحياة ويحاول يقاوم عشان يقوم. اكتشفنا الحمد لله أنه هو طلع من المستشفى وسافر مكة يكمل مناسك الحج. الحمد لله إحنا فرق متوزعة حوالين المسجد النبوي بالكامل. الفترة الجاية بشكل عام من بداية الموسم إلى نهايته الاستعداد والجاهزية على أكمل وجه ولله الحمد. يا رسالتي لكل مسعف يجي لأول مرة في خدمة ضيوف الرحمن سواء كان حجاج أو معتمرين، فإذا الإنسان استشعر قيمة وأجر الشيء اللي هو يسويه راح يكون مبدع في عمله بشكل عام في الأماكن العامة، فما بالك زميلي المسعف في المكان هذا المبارك.